انت من الاخر كده ولا ليكي مكان تروحي فيه ولا ليكي حد ينصفك. خليكي قاعده وعيشي وكلي واشربي زي ما انت قاعده. خلاص ما تشتغليش، اقعدي هنا عجيني واخبزي واطبخي. اقعدي في البيت. وكلي من اللي احنا يا اختي بناكله منه واشربي. هي ما جاتش يا بت لمت الكوبايات للبيت يا منى تعالي شيلي الكوبايات دي واعملي لنا دور شاي. يا منى بطيئة قوي. نعم اعملي يا بت دور الشاي غير ده. يلا شيلي كده اغسلي الكوبايات واعملي لنا دور شاي. الكوبايات دي بقالها مده هنا كده. الكوبايات دي محطوطه بقالها كتير. وانا عايزه نسكافيه. صبنيهم حلو بس عشان هو كان هنا الدبان هيعف هنا. حاضر هجرلك الخير. وتعرف تعمل نسكافيه دي كمان. قوم انت بت تعملهولك انت. يا اختي انت حره. يا منى يا اختي دماغي وجعتني. نعم يا ماما. العجين خمر يا بنتي. عجين يا ماما؟ انا لسه جايه من الشغل يا ماما، لسه جايه من الشغل يا دوبك لبست وجريت اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ادخل الاقي جبل مواعين. طب يعني احنا دلوقتي خلاص الساعه قربت على كام يا بنتي؟ الساعه 3. انت كده هتلحقي الغدا؟ لا تلحق فين؟ اسماء تقوم تعمل طب حاجه وانا اطلع اعمل العجين. لا مالكيش دعوه باسماء. اسماء مش ضيفه، اسماء كل يوم هنا. اسماء اختك سايبه لي جبل مواعين من امبارح، انا اللي دلوقتي عماله اهو بغسل فيه. سيبك منها. لا بنتي مالكيش دعوه يا بنتي، بتيجي تقعد شويه معايا وبتمشي. انت هنا اللي ماسكه البيت. ماشي انتوا عايزين اخبز لكم واعمل لكم والاكل على النار. اعمل ايه؟ كام حاجه وانا عندي كام ايد يا جماعه؟ طب اصبروا عليا شويه طيب وهخلص. سيبي المواعين دلوقتي وروحي اعجني العجين عشان يلحق يخمر تغمزي لنا رغيفين. اتفضلي. وانا عايزه بكمتين. الشاي على النار. بصي العفرته تقول لك الشاي على النار. شوفي يا اسماء معلش الشاي مش مشكله، روحي انت يا بنتي صبي شاي زي ما انا ملاقيه اهو عامله كل حاجه. سيبيها تعجن عشان العجين يلحق يخبز. يما اخوكي جعان يما. اخوكي شيان طول النهار. الشاي هو في ايه نور؟ ما تشد عليها شويه. مش عارف بقت كمان تتكلم يا وبقت ترد يا نور. دي ما كانتش شبه القطه المغمضه، مالها فتحت كده فجاه. مش هينفعني الوضع ده. قول لها عمي ما بتحبش الحال المايل بدل ما تعدلك. عجنتي خلاص؟ عجنت اهو. حطيتيه لفتيه حلو كده جنب الفرن عشان يخمر. حميتي الفرن؟ ولعتيه يعني؟ لا ما ولعتوش. جايب لي انت واحده مش عارفه منين. انا مش فاهمه حاجه في اي حاجه يا ماما. لسه العجين هياخد وقت عبال ما يخمر. لا مش في الصيف. لا لو حميتي الفرن وشغلتيه العجين هيخمر على طول. لازم تسعفي. احنا في سقعه. احنا في شتاء. دف العجين. ماشي يا نور. طب اطلع ساعدني يا نور. ايه يا اختي؟ يعني ايه اساعد؟ امسك يا ابني الطراحه وقول لها حبيبتي رايحه الطراحه وحط لها في الفرن العجين. يعني يساعدك فين عين امك؟ يطلع يذاكر طب للولد عبال ما اخلص. انا المدرسين بيشتكوا منه. انا بقيت الولد ابنك ده فاشل. انا جاي من شقه الولد وجاي تعبان. مش نافع في الدراسه يا نور. ما انا برضو حاسه بتأنيب ضمير ناحيته. مش صادقه على كل ده. انا مش صادقه على كل ده ليه يا اختي؟ مش صادقه. تحت وفوق وشغل هي بره وجوه. خلاص ما تشتغليش. اقعدي هنا عجيني واخبزي واطبخي. اقعدي في البيت. وكلي من اللي احنا يا اختي بناكله منه واشربي من اللي احنا بنشرب منه. وانا اتعلمت وخدت الشهاده دي عشان اقعد في البيت في الاخر. الواحده ملهاش الا بيتها حبيبتي. خدي الشهاده. طالما التزاماتك ياما اقعدي في البيت. اعملي لها برواز كده حبيبتي عليها. اقعدي كل شويه بصي عليه. انا طالعه اكمل العجن وخبز. عجن وخبز. هو في مراتك دي مالها كده؟ مش عارفه انا ايه اللي مغيرها كده. لا ما تتغيرش علينا. احنا مش ناقصين. مش هترتاح الا لما تديها قلمين على الخد اليمين وعلى الخد الشمال. دول معتفوق تتعدل. ما تبقاش ولا طاري معاها كده. شوف ابوك كان بيعمل ايه. كان بيجري وراها بالزقله. يا رجلي ما كنتش قادره ادوس على رجلي. يا منى. يا ربي ما لحقتش ارتاح. يا منى. نعم. انت يا ست. نعم. بتزعق ليه؟ انت فين؟ انا مش قادره ادوس على رجلي. مش قادره اكمل. انت قاعده وسايبه الدنيا هناك. مش قادره يا نور ادوس على رجلي. شغل بره وجوه شقيانه يا عالم. لسه جايه من الشغل على المواعين على الطبخ على الاكل. عمالين تتامروا عليا. انا ما عدتش قادره يا نور. يعني ايه مش قادره؟ ولسه مامتك تقولي اطلعي اخبزي. انا ما عدتش قادره على كل دوت. وبعدين انا بتعصب لما اختك بتفضل قاعده وانا شقيانه في كل ده بره وجوه. انت بصلها ليه؟ دي واحده ضيفه جايه زياره. دي قاعده مقيمه ما بتروحش. دي طالما ليها بيت وجايه هنا لامها تبقى ضيف. هو فين البيت؟ دي قاعده طول النهار تعمل لي مواعين قد كده قبل ما تمشي. ارجع انا تاني يوم اعيد الكره كل يوم على الوضع ده. انا رجلي خلاص مش حاسه بيها. انا بقف في الشغل قد كده ارجع اقف هنا تاني. غير بيتي لما بطلع اشوفه. حرام عليكم الرحمه يا جماعه.
يعني هنعمل ايه معاك؟ انا عايزه اعزل، انا عايزه اعزل يا نور، انا عايزه اعيش في بيتي مع عيالي ومعاك، ومامتك تحت تعيش زي ما هي. اعزلي براحتك، ايه المشكله يعني؟ بجد موافق؟ ايوه مع نفسك. مع نفسي ازاي يا نور؟ يعني اعزلي مع نفسك، اقعدي وكلي واشربي مع نفسك. يعني انت مش هتعزل معايا؟ لا انا ما اسيبش بيتي، بيت امي واخواتي، انا واحد كبير عيله ما ينفعش اسيبهم. تقولي لي انت اعزل؟ طب خلاص بص، طب اعمل اللي انت عايزه، بس طب اديني مصروف. اجيب لك منين؟ يعني ايه تجيب لي منين يا نور؟ اجيب لك منين؟ ما انت عارفه ان انا بجوز اخويا. طب انا مالي؟ انت خدت ذهبي اول ما اتجوزنا يا نور، بعدها بشهرين وعملت مشروع وما شاء الله بيكسب. ان شاء الله ربنا يفرجها. طب انا شاء هصرف الله. منين برضو لما انا اعزل؟ هصرف منين قول لي؟ امال انا سايبك بتشتغلي ليه؟ بشتغل، من عليا ديون يا نور، ديون عليا ديون، ما انا داخله جمعيه بقد كده عشان ادفع ثمن الارض. طب وانا قلت لك جيبي ارض؟ يعني انا غلطانه ان انا بامن مستقبل ولادي؟ طب انت امنتي ومعاكي ارض، انت تقدري تتصرفي. مش قادره معيش، انا ما بيبقاليش حاجه، بيبقالي ملاليم غير درس الورق اللي بقى عبء عليا. والله دي حاجتك، وانت ادرى بدماغك بتمشيها ازاي وعارفه بتتصرفي ازاي. انما انا عشان تقولي لي فلوس انا ما اقدرش اديكي فلوس. يعني انت منين؟ يعني انت لا هتصرف عليا ولا عايز تساعدني ولا عايز تساعد عيالك، امال ايه دورك طيب؟ يعني انت تساعد مامتك وتساعد اخواتك، طب احنا ايه دورنا في حياتك؟ انتوا دوركم ايه؟ ما انتوا معايا، انت اللي اخترتي عايزه تعزلي، ما تعزلي مع حالك. هو انا قلت لك ما تعزليش؟ ماشي يا نور، انا شقيانه، ما هو انا عبيطه تسألنيش. يعني بعزل كده من نفسي؟ ما انت شايف اللي بيحصل. ما تسالنيش اعزلي، ما تسالنيش على فلوس. انا سايبك تشتغلي عشان تصرفي، انا مش سايبك تشتغلي وخلاص. طب ما انا ممكن اقعدك واقول لك ما فيش شغل. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ده وضعنا وده حياتنا، المفروض انت جايه وعارفه انت جايه تشتغلي. انا اجي اتمرمط واختك تقعد هانم كل يوم وتروح لجوزها. مالكيش دعوه باختك. يعني هي بنت ناس وانا مش بنت ناس؟ بقول لك ايه، انت من الاخر كده ولا ليكي مكان تروحي فيه ولا ليكي حد ينصفك. خليكي قاعده وعيشي وكلي واشربي زي ما انت قاعده. يا فيا خلاص خلاص خلاص، عيشه تاثر العمر، حسبي الله ونعم الوكيل. دبلتوني منكم لله. مش قادره اما اروح اشوف ولا بيذاكر ولا بيعمل ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا من؟ ازيك يا عاملة ماما؟ ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا ماما؟ عاملة ايه؟ ايه يعني؟ بتلاقي ورا وايه قدام، يعني في ايه؟ هي دي المقابله يا ماما؟ مش تشوفيني وشي عامل ازاي؟ قولي لي مالك، كويسه ولا لا؟ في حاجه يا بنتي؟ العيال عاملين ايه؟ كويسين ولا لا؟ في حاجه في ايدك ولا لا؟ فيه بتصبحي فيه، هسأل ليه؟ ما انا عارفة اللي فيها. ايه؟ ما انت عارفه ماما ان انا عزلت. طب وايه عزلتي يعني؟ تعزلي كمان عن امك الحاجة اللي كنتش بتجيبها لها؟ هجيب منين يا ماما؟ انا دلوقتي ما بيدينيش مصروف ولا بيديني اي حاجه، انا اللي بصرف وعارفه ان انا بدفع جمعيه عشان الارض بسدها. هجيب هنا ولا هنا؟ الاول كانت الدنيا تمام والدنيا كنت ما بستخسرش فيكم، اللي في ايدي بديهولكم، انما دلوقتي انا اجيب لك منين؟ قدمي لي بقى شهادة فقر، وايه الجديد؟ ما طول عمره يا اخي ما بيديكيش. بس كنت باكل تحت واشرب تحت، انما انا دلوقتي فاصله مع عيالي، انا اللي باكل وبشرب وانا اللي بدي الولد درس بقى عبء عليا، وانا اللي بدفع الجمعيه بتاعت الارض. اجيب منين لكل ده انا؟ وجات عند امك بقى ووقفت. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يعني انا من ساعتها مكسوره، بقى لي كام شهر مكسوره. يقول لي انت مالكيش حد، معنى كلامه مالكيش حد واقعدي. ليه تخليه يوصل للمرحله دي يبقى عارف كده؟ يعني انا ماليش حد فعلا اجيله. انت انا مش فارقه معاكي، كل اللي فارق معاكي الفلوس والمجايب. اسم الله عليه هو يا اخي، ما هو مش شايلك، هو بتقولي مصاريف الولا ومصاريف البيت ومصاريف الجمعيه، امال هو لازمته ايه معاك؟ هو لو كان شايف حد واقف له ما كانش هيعمل فيا كده، عشان هو عارف ان انا ماليش حد. الاسم امي موجوده وماليش حد. والله انت اللي اخدتيه على الوضع ده. انا اللي اخدته صح؟ انا مش عارفه انا جايه في ايه. انا قلت صله رحم، مصير رحمي، وبسال عليكي. نعيتيني الهم اكتر بدل ما تخفي من عليا. عليكم السلام. قال لك تقطعي المجاب اللي كنتش بتجيبيها لامك واختك ديت اللي في كليه مش عايزه مصاريف؟ ها؟ اتفضلي يا ست شهد. اسمعي الله العظيم. في ايه منه؟ داخله ايد ورا وايد قدام. ما جبتلناش حاجه يعني انت كده؟ شهد تاني هعيد الموضوع يا شهد، انت اختي تحس بيا. طب انا اعمل ايه يا جماعه؟ اجيب لكم منين؟ اذا كان انا مش عارفه اصد على عيالي واكل عيالي، اجيب لكم انتوا منين؟ يا منى المفروض تساعدينا. هو بشتغل باخد كام يا جماعه؟ انتوا مفكرين ان انا باخد ايه؟ مش من ضمن فاهمه. المصاريف يا منى اللي بتصرفيها في البيت. اكيد كنت بتصرفي على حماتك ما بصرفش على حماتي، انا عزلت بقيت في بيتي.
ما احنا يعني ربنا هو صرفنا عزلت عليكي يعني، يا ما كده اختي. معاكي. ما عزلتش انا اللي بصرف، هو تحت ما كنتش بصرف، هو اللي كان بيصرف، دلوقتي انا اللي بصرف. قال لي عايزه تعزلي اعزلي، ما انا قايله لكم يا شهد. جماعه انتوا، انا جيت ليه؟ انا جيت عشان اصير رحمي. انتوا جايين هو انتوا بس ده بتعرفوني حقنا ليه؟ عليكي يا منى. حقكم ايه؟ انتوا بتعرفوني ليه؟ ايوه إحنا أصلاً كنا كبرتك مستنيينك عشان ايه تجيبي حاجة ده؟ وانت جايه. قلنا هتجيبي وانت جايه حاجه، بالك كذا مره يعني بتيجي كده ما بتجيبيش حاجه. ده عنده حق يعمل فيها اكتر من كده، انا غلطانه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اختي. ما هو شايفه اختك داخله ايد ورا وايد قدام وجايه بس تشكي لي همها. مش عاجبها، كل ما تشوفنا اشتكينا بالفقر. مش عارفه، غريبه اختي دي. خليها بكره يتجع على قفاها ويرميها لنا هنا. هي ناقصه واحنا عارفين نصرف على نفسنا لما نصرف عليها. وبعدين يا اخويا سيب ده شويه. ايه يا امي بس في ايه؟ ما اتجوز اخوك امتى؟ انا عايزه واحده تيجي تخدمني، انا مش قادره يا ابني. اختك بروطه ما بتتحركش من والله يا مكان. امي انا مش صادد، الدنيا صنايعيه هنا وطلع على الشغل وراجع على صباح الخير. صباح الخير. اهلا يا اختي ناس، قولي مساء الخير، سلام عليكم. عامله ايه يا اسماء؟ الحمد لله. هو انتوا في ايه؟ هو انتوا تقوموا على نفس الكلام؟ انا زهقت الصراحه. نور انت ما جبتليش حاجه معاك؟ اجيب ايه يا اسماء؟ يجيب لك معايا ايه؟ ما حاجة. تتهدي وتسكتي بس، سيب اخوك باللي هو فيه. انت تشوف لي حل جوزه يا ابني، كفايه مراتك اللي عزلت وقعدت لوحدها يا نور. مش هنخلص. انا عايزه حد يا ابني يخدمني، انا مش عارفه اعمل حاجه لغايه دلوقتي، ما اكلتش عيش مخبوز. ربنا يسهل ما يا اجيب من أمي. الفرن. ربنا يسهل يا امي، ربنا يسهل. يا على قد عمايلها كانت سودة، بس بصراحه ربنا كانت شايله البيت. انا شدت حيلي على الاخر والله يا امي، بس هنعمل ايه طيب؟ كل معرفش حاجه يا ابني، بتاخد العمل وقتها. عمل ربنا. معرفش. هنخلص من السيره دي امتى بقى؟ طب احنا عايزين نخلصوا يا ابني بقى، خلصنا بقى من المواويل دي. لا انا داخله. امي بقول لك ايه، حضري لاخوكي حاجه ياكلها. لا انا داخله انام. صح. انت ما وراكيش غير كده يا اسماء، اقول تقوم من عليك النوم إيه؟ عشان تنام. تنام عليكي حيطه يا اسماء وعمايلك سودة. اهي يا ابني دي مش فالحه الا تنام وتقوم وتاكل، بس ده اللي فالحه فيه. انا تعبت، شوف لي حد يا ابني يخدمني يا ابني. جوزه خلصنا. حاضر يا امي، هانت يا امي هانت. دي جوازته والله. جملي يخرب بيته. اقوم يا ابني انا احضر لك حاجه تاكلها، انت شقيان يا ابني. اعمل ايه؟ مشوا يا اختي، طفشوا. بقول لك ايه يا من؟ انت نعم. طب قولي السلام عليكم. عامله ايه؟ السلام العيال عليكم. عاملين عامله ايه ايه؟ والعيال عاملين ايه؟ انت كوتي لي الطقم اللي قلت لك عليه؟ طقم ايه؟ الطقم اللي هروح بيه الشغل بكره. طب لما نعيش لبكره نور يحلها ربنا، ما انا حاكوي لك وليا. لله الامر من قبل ومن بعد، داخل يوم شكل للبيت. انت معاكي فلوس؟ نعم. عايز 200 جنيه عشان نعم؟ معيش فلوس، عايز اركب بكره اروح الشغل. 200 ايه؟ هو انت بتديني جنيه عشان تحاسبني تيجي تقولي عايز فلوس؟ شوفي بس 200 جنيه هديهم لك اول الشهر. والله روح شوف البكره، لو لقيت فيه 2 جنيه مش هقول لك 200 جنيه، لو لقيت فيه 2 جنيه بهاتهم. يعني اروح اتصرف واشحت انا واستلف؟ مش كفايه انت ما بتصرفش عليا؟ كمان عايز نديلك فلوس؟ يا جماعه انا مش عارفه والله ارض. بس خلاص ريحي نفسك، انا هتصرف. طب انا ماشي، هروح. اتصرف لي معاك. يعني ايه اتصرف لي اتصرف معاك، معاك؟ شوف لي معاك اي حاجه. انا برضو معيش فلوس اروح الشغل بكره، هروح بايه؟ انا كل يوم برجع مشي. ربنا يسهل. يا اخي بيقول شكل للبيع، استغفر الله العظيم. خد يا من، اتصرفت خدت من اسماء فلوس. خدي 20 جنيه هم باركبي بيهم. 20 جنيه دول اعمل بيهم ايه؟ ثواني. طب هات حاجه، ما هو بدل ما هات 100 ترجعي ولا ماشي. حاجه. 100 ايه وانا امشي بايه؟ 20 جنيه اقول ايه؟ بس اقول ايه؟ مش لاقي كلام اقوله. لا الامر من قبل ومن بعد. لا انا تعبت خلاص والله العظيم. انا اسمي متجوزه وانا مش متجوزه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طنط هيلا، نعم. خلصنا القصه اللي حبيتيها وكنت عايزه ايه تعيشي فيها اجواء الارياف. الصراحه يلا احكي لهم بقى طنط. على فكره يا جماعه دي قصه حقيقيه، ويعني كده حرام. ارحموا ما في الارض يرحمكم من في السماء. حرام بجد، يعني الولايه ما يجوش عليها قوي. ربنا يهدك يا اسماء. فكده ما يرضيش ربنا بقى. وقولوا لي هي تعمل ايه، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. في حلول واحنا نقولها. اول حل ممكن ان هي تبيع الايراد اللي هي شاريه الارض وتسد، يعني تشتري نص ايراد وتسد اللي عليها.
عشان هي عليها جمعيات وخانقاها والمرتب مش بيكفي. لا ما يكفيش يا بنتي. وهي عندها اوبشن في الشغل ان هي ممكن تروح يوم ويوم، يعني يوم ويوم لا. تخفض المده للنص بس وتاخد الراتب النص. تاخد راتب نص المده والمده تشتغلها نص. ولا تبيع الايراد وتسد اللي عليها وتروح تشتري شقه بره وتبعد عن زوجها وتعيش لعيالها. هي أثرت فعلا مع ابنها مستواه الدراسي قل، ما بقاش عارف عنده تحصيل دراسي، ما حدش بيهتم بيه، لأن هي كانت في فترة بتاخد مثلا يوم ويوم في الشغل، فكانت بتهتم بيه. فكانت بتهتم بيه وبتتابعه، كان الولد تحصيله الدراسي كويس. هو في حلول تانية بقى عندكم انتوا بعتها لنا قولوا. عشان كمان اهلها يعتبر ملهاش اهل يا جماعه، اهلها صعبين وبرضه مستغلينها، يعني هي من ناحيه هنا استغلال ومن ناحيه هي استغلال وهي في النص. وانا بصراحه ربنا انا ما شفتش ام كده. ايه الام الفظيعه دي بجد؟ ده تمثيل يا هاني. لا بس في امهات كده بجد والله فعلا. ما كانش البت تيجي محمله وشايله امها ما تديهاش وش، ما كانش تشتغل وتدي امها ما تقعدهاش. هو في ايه بجد؟ هما فين الامومه يا جماعه؟ ده القطط بتخاف على عيالها وتشيلهم كده يا عيني وتجري بيهم. هو فين الامومه وفين الحياه اللي احنا عايشينها دي؟ انا مش فاهمه بصراحه. نسيبت ايه السودا دي؟ وبما ان انا ليا مشهد صامت مش هادي صوت، اقترحوا عليها حل يا جماعه. اقترحوا حل. والله ده اللي قدرها عليه ربنا. اسماء شيلي اسماء من الكبت.